مبدئيا السلام عليكم، ايه رايك في تغيير في المكان وبتاع التظبيطه دي، بس عشان الواحد يرتاح شويه صراحه. دلوقتي اقدر احط الموبايل على الشاحن وانا صار الفيديو. لا مالكش اللي ورايا ده مجنون بنعالجه نفسيا، مالكش دعوه بيه عشان فاهم. المهم الواحد دلوقتي يقدر يعمل حاجات كتير، يقدر يستخدم الكمبيوتر جنبه على طول. السلام عليكم، ده فيديو جديد. هوب هوب هوب، ايه رايح فين؟ يعني خلاص انا نسيت انت تنسى. ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق اهلا بيك في استوديو فيديو جديد. المهم يا صديقي، زي ما انت شايف كان في تغيير في الاوضه وتدوير وتقليب، وهات الكاميرا هنا وحط المكتب، حوار كبير كده. فالمهم ان انا ما فضيتش احضر فيديو، بس جت في دماغي فكره حرفيا ما جاتش في دماغ يوتيوبر قبل كده، حركه مش هتلاقي حد عملها غيري. هنعمل ايه؟ هندخل على الاكسبلور. سقفوا له الالماني، سقفوا له الالماني، سقفوا له. اطلع بره يا ابني. ما علينا. المهم ان انا دلوقتي هعمل فيديو وانت هتعمل لايك، ولو اول مره تشوفنا هتشترك. وتعالى بقى نشوف الاكسبلور بيقول ايه. عندي والد الرسول اسمه ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام. صلى على النبي يا معلم، ها يعني ذكر اسم النبي صلى عليه. والد الرسول اسمه ايه؟ والد الرسول سيدنا ابراهيم اعتقد. لا ما تعتقديش يا ساندي، ده انا نفسي ما ينفعش اعتقد، لان انا اعتقدت ان الراجل ده غلطان انه يسال شباب في كليه عن اسم الرسول، عيب يعني. عارفاه والله، لسه ممتحنه دين النهارده. حضرتك ما جاوبتيش على سؤال عارفه اللي لسه داخل الدين النهارده. الحقونا بجد. مش عارفه اسم النبي كانوا بيمتحنوكي في دين ايه بالظبط؟ دين ابوهم اسمه ايه؟ الرسول اسمه محمد. اسم النبي حرصك وصاينك. الواد ده ناصح والله. ده عارف ان الرسول اسمه محمد. الله اكبر عليك يا ابني، انت ايه اللي رماك وسط هو ايه اللي الرسول؟ ما كل ده مش كلنا اللي نفسهم عارفين انه اسمه محمد. تمام. والده بقى مش عارف. لا والده مش عارف، ما خدناهوش في الكلاس، اصل هو كان زمان وانا مولود قريب، فما حضرتش بقى ابوه. ثانيه كده، ثانيه معلش. ايه ده والله؟ ايه وجه الاستغراب يعني؟ ليه؟ ايه هو قال لك كيف تزيل القراط بالسنان؟ وهو مستفز يعني. تخيل انت تقول لواحد هو اسم النبي يقول لك. انت عارف انا ممكن اعمل لك دي بجد، بس هيصدر اصوات يعني ما ينفعش نصدرها في فيديو زي ده قدام الناس. فتعال نشوف اللي بعده. اسالك سؤال تاني، اركان الاسلام الخمسه ايه؟ الصلاه على النبي. طبعا اركان الاسلام الخمسه ركن منهم الصلاه على النبي اللي انت مش عارف اسمه. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. كده 5. حلوه. لما تبقى اركان الاسلام 5 وما شاء الله زي الشحط وتعرف منهم 4، مبلوعة شوية. دي بابور وجمالها بيور، حتة بوتيفور لو طفوا النور هتبان علشان الماس. عليها بصة توصل للقمر، عليها رنة مسجلها السهر، عليها حتة جسيم. عرفتوا ليه يا جدعان؟ بقول لكم اعملوا لي منشن، بلاش تسيبوني كده اخش البتاع ده. لا انا لما بدخل والله بحس ان انا دخلت عالم اخر. انت في الماورائيات دلوقتي. واحده وقعت ففجاه بداير الاحراج، فقال لها يلا اعمل نبقى اصورك وبتاع. رجع الواد خد منه الكاميرا بياخد معاه سيلفي. انا توقعت ان هي تيجي واخداه بظهر ايدها. فجاه لقيتها بتبتسم ووشها بتكمل السيلفي. بعدين راح مرجع التليفون للواد. قلت الواد بقى يجي واخد التليفون ومديله بالبنيه وبتاع. لقيته خد التليفون وواقف قال له كده اهو تبا لك ولأمثالك. وانا مش فاهم حاجه والله العظيم. يعني انا بجد مش فاهم حاجه. مش يعني وفي حاجه اغرب بقى، ما انا عارف انك ما خدتش بالك منها. الاخ اللي كان مميل بيصورها، هو ليه التيكت هنا بجد والله؟ ايه ده؟ ليه ده يتحط هنا؟ وبعدين التيشيرت ما بقاش نفس سعر زمان. بالظبط. اللي هو انت زمان كنت بتقول يا لا وانا جبت تيشيرت ب 15000 جنيه اوف. دلوقتي يعني ايه معنى انك تجيب تيشيرت ب 70000 جنيه في الحاله اللي احنا فيها في مصر؟ انت كده ده حاجه مش منطقيه. صاحب اللي انت بتقوله والله مش منطقي. مش موضوع ان التيشيرت كان ب 15000 وبقى ب 70000 هو اللي مش منطقي. لا ده بالنسبه لي مش من منطقه اصلا، فاهم؟ مش من هنا. اللي مش منطقي بالنسبه لي ان انت حاسس ان الحاله الاقتصاديه في مصر يعني بالظبط. اللي هو انت زمان كنت بتقول يا لا وانا جبت تيشيرت ب 15000 جنيه اوف. دلوقتي يعني ايه معنى انك تجيب تيشيرت ب 70000 جنيه؟ بيتهيألي عشان تجيب لك طقميه حلوه كده تقضي فيها العيد انت محتاج مثلا تبيع جاموستين او القراطين اللي ورثتهم عن ابوك تدحرجهم في المسقى. ده كلام مالناش دعوه بيه، وده كلام يخلينا اقلب على اللي بعده على طول. ما اسميش موظف، اسمي عبد. اي حاجه غير مسمى العبد تبقى اي هبد.
حبيب قلبي انا عارفك، ده شاعر من الشعراء اللي قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت تبعتوا لي منشن عليهم، فكويس ان هو جه لوحده. هنشوف القصيده دي ونمشي عشان عندي ماتش كوره، فتعال نشوف. بس ممكن يبقى مثلا اسم واحد ساب صحابه واهل بيته عشان يخدم على الزريبه. مش هصدق ان ابن لشركتك، دي هتبقى عيبه. على نفس النهج اللي هو ايه، انا هقول اي كلمه اخرها مثلا ايبه، وفي الحاجه الجديده اقول غريبه، مريبه، عجيبه. المهم ان انا اخلي الكلمه ماشيه وزن وقافيه، متقال عشان حسن ابو عبد العال، دي الموضه اللي طالعه. والحاجه التانية بقى نوعيه الشعر لازم يبقى كله كده، يا تجيب خنجرين بتوع بهجت صابر كده وترشق الاتنين عشان يخدم على الزريبه. مش هصدق ان ابن لشركتك، دي هتبقى عيبه. ليه يا معلم؟ ليه بتصعبوا الموضوع؟ يعني ايه هتبقى عيبه ان يبقى اسم ابن الشركه؟ هي هتبقى الشركه جايبانا من الحرام؟ مش عيبه ولا حاجه يا صاحبي. هدي الدنيا وقول لنا بس ايه مشكلتك في الشركه؟ انت بس عشان بتملك كام جنيه ما هماش في ايدي تبقى سيدي. نفس النهج، نفس الموضه اللي هو ادام بتملك كام جنيه مش في ايدي تبقى سيدي. او انت اقتبستها من المثل اللي بيقول لك لو ليك عند الكلب لقمه قول له يا سيدي. لا يا صاحبي، لو ليك عند الكلب لقمه قول له يا كلب يا ابن الكلب. انت ايه اصلا اللي يخليك يبقى ليك لقمه عند كلب؟ فاهم؟ في الاماره قلت عني وعن زمايلي في قعده حلوه للمدام، دول عبيدي. اهو الا الشرف. قلت عني وعن زمايلي في قعده حلوه للمدام، دول عبيدي. انت عرفت منين يا صاحبي ان هو قال عليك للمدام انك عبيدي؟ ما انت بنفسك قلت قاعده حلوه، وهي قاعده حلوه دي اكيد ما كانش جايبك معاهم، فاهم؟ جون مشترك. لا، هو قاعد ومراته قاعده حلوه فقال لها دول عبيدي. مين بقى اللي قال لك؟ ولا المدام بتخون الراجل؟ نقول الكلام مش عشان قلت سيدي يبقى بعديها عبيدي. لا يا معلم، يعني ظبط الموضوع، ظبط الكلمات، الله يبارك لك. بس انت حقك، اصل يعني اللي زق رجولي عندك مش بيشبه للي زقك، فانت حقك. رص يا معلم، رص. اللي زق غير اللي زقك، وكنت انت مسمار فانا الشاكوش اللي دقك، واي كلام في عبد سلام. صاحبي انت يعني دخلتنا في قضيه شرف مع مرات صاحب الشركه، بس وانت مدخلنا خرجتنا من المله بالكلمتين دول. يعني ايه اللي زق رجولي عندك غير اللي زقك؟ اصل يعني اللي زق رجولي عندك مش بيشبه للي زقك. اللي زق لكل واحد يا صاحبي ربنا هو اللي جعلك تروح كده للشغل ده عشان ده قدرك وده نصيبك. في نفس الوقت ربنا اللي رفعه ورزقه وكده. يعني ايه بقى اللي زق ده مش اللي شق؟ هو واحد. اللي انت بتقوله ده يبقى دين كلنا خش النار يا مجنون. شوف في اخر كل شهر في عيني لهفه على المرتب. لا ده انت كده شغال مع مزوخي. يعني انت لو شغال في شركه ابو جهل للاسمده مش هيحصل فيك كل ده. شوف في اخر كل شهر في عيني لهفه على المرتب. لا الراجل ده وحش قوي. ايوه النبي وحش. ودي فيا وهات ووظف، هات مكاني عبد تاني وقول عليه حته موظف. طب يا صاحبي بص يا معلم، انا ما عنديش اي مشكله معاك عشان تبقى فاهم حاجه زي دي، ومش بقول ان انت شاعر، لا ممكن تبقى عندك قصيده حلوه وجميله وبتاع، بس القصيده دي فيها حاجات ما تتقالش. وعايز اقول ان الشعر والله العظيم مش انك ترص كلمات شبه بعضها. يعني انا ما ينفعش اقول ايه انت ازاي يا صاحبي ما تاخدش بالك من الخلفيه وتكتب في التعليقات يا اخي خد بايدي وامدحني ده انا يتيم وابويا مات. طب تصدق مره رحت المنيب لقيتهم قفلوا سوق التلات. لا ينفعش اقول كده. ليه؟ لان ده مش موضوع، دي مش قصيده، مش اي حاجه. فمش عيب انك تدرس شعر كتير وتفهم ازاي الدنيا تترتب. ومش بقول لك ان انا شاعر جامد، ده انا على الله ان شاء الله، فاهم؟ بس بفهم او بسمع وبتمزج ان انا اسمع شعر. فده لا، اول القصيده دي لا. حاول الدنيا في اللي جاي. وتعالى نشوف في حاجه تاني ولا الحق حجز الكوره. يا جماعه تليفوني 6%. ولا يا طارق انا جنب الصينيه دي الدوريه دي، انا عندها في مدينتي. تعالى جبني، تعالى خدني عشان تليفوني ومتسوحه. الفيسه المكنه سحبتها ومعيش مصاري ومتسوحه وربنا تعالى لي. يا جدعان اعملوا منشن يجي لي. ده لما تبقى عايزه تشوفيه بس عايزه تجيبيها بطريقه غير مباشره. يا جماعه اعملوا له منشن، انا تايهه دلوقتي ومش لا. يا سوزي معاكي 6%، كان ممكن تتصلي بيه الحقني انا معيش فلوس فتعالي الحته الفلانيه. انما هتصوري فيديو بعد كده ترفعيه فورد ال 6% ما يكفوش. زائد انت كنت بتحطي ايه في المكنه؟ الفيسه المكنه سحبتها. فيسه يا سوزي، فيسه. ما طبيعي كده المكنه تسحبها، وطبيعي ما يبقاش معاكي مصاري. حد يحط فيسه في المكنه برضو؟ انا مستنياك هنا، تليفون فاصل، مفيش حد اشحن عنده التليفون هنا، مش زي المطريه. مدينتي دي الناس نضيفه بجد. هي
والله حركه حلوه. عارف هي قالت تقريبا 3-4 كلمات، مدحت وشتمت بلدين في نفس اللحظه، فاهم؟ هي مدحت المطريه ان هنا مفيش حد هيديني شاحن، انا مش في المطريه، مفيش حد اشحن عنده التليفون هنا مش زي المطريه كده المطريه جدعان، الناس هنا مش حلوين، مش بيدعموك ويدوك شاحن. في نفس اللحظه قالت له ايه؟ اصل الناس هنا نظيفه، مفيش حد اشحن عنده التليفون هنا مش زي المطريه، مدينتي دي الناس نظيفه بجد. فنضفنا الناس اللي هنا ووسخنا الناس اللي في المطريه. يخرب بيتك، عملتها ازاي والله؟ انت الان على نظام اسوأ ايام حياتك، للتحويل الى النظام انت لسه شفت حاجه؟ اضغط نجمه. لا ده انت قديمه حضرتك، دلوقتي الدنيا بتسمح انك تشتركي في الباقتين في وقت واحد. انا مشترك فيهم، يعني انا كل شويه احس ان انا ايه، انا عايش اسوأ ايام حياتي، فجاه اكتشف ان انا لسه ما شفتش حاجه، فانا مشترك في الباقتين. لكن بما ان الموضوع قلب كده، اعتقد ان ده انسب وقت ان انا اروح اغير والعب كوره. فعزيزي المشاهد، عقبال ما انا ايه اجيب جول ويشيع بتاع ويلعب التقدير، انا قلت التقدير ده عارف ليه؟ عشان اوزنها وزن وقافيه زي الشعراء واقول لك تقدير فخليك كبير. بقول لكم يا جدعان، انا لو سقطت يبقى سقطت في